أول فود بلوجر مصرية سنة 1940، ولولاها ما كانتش الناس اتعلمت الطبخ. أبلة نظير صاحب كتاب أصول الطهي اللي الناس سمته كتاب أبلة نظير، اتولدت سنة 1902 وبدأت حياتها المهنية بالتدريس في كلية التدبير المنزلي، وفي سنة 1926 كانت من ضمن البعثة اللي سافرت إنجلترا لدراسة فنون الطهي، وبعد 3 سنين رجعت مصر بخبراتها الجديدة، وبعد كذا سنة اتحولت من مجرد معلمة لرائدة في مجال التدبير المنزلي، وبقت المفتشة العامة للتدبير المنزلي بوزارة المعارف. في الأربعينات أعلنت وزارة المعارف المصرية عن مسابقة لتأليف كتاب للطهي عشان يكون منهج تعليمي في المدارس. قدمت نظيرة مع زميلتها بهية عثمان ونجحوا في تأليف أصول الطهي، وهو كتاب متكون من أكتر من 800 صفحة. اتحول الكتاب بسرعة لأكتر الكتب مبيعاً في مصر، واتطبع منه حوالي 12 مليون نسخة. الغريب بقى إنها وصاحبتها باعوا حقوق نشر الكتاب مقابل 525 جنيه بس. قدمت فقرة ثابتة على راديو. اتوفت سنة 1992 بعد ما كتابها بقى في كل بيت مصري. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.